مذبحة بني مسوس أنا أقوله أيضا للتاريخ، الجنرال توفيق وراء هذه العملية. تؤكد هذا للجزائريين الذين تؤكد يتابعونك هذا الآن. للجزائريين وللضحايا، وهو لا يزال رئيس مخابرات إلى الآن. إلى الآن. هكذا هم الكثير من الجزائريين، بين ماض مشرق يفتخرون به وبين حاضر مليء بالمرارات مؤلم يستحون من ذكره ويهربون منه. ضيفنا والشاهد الجزائري الذي نعني هو السيد كريم مولاي، عميل سابق للمخابرات الجزائرية منذ عام 87 وحتى خروجه أو هروبه من الجزائر عام 2000. سيد كريم مولاي، أنا لا أدري أجلس الآن أمام عميل سابق للمخابرات الجزائرية، لا أدري إذا كانت أيديك ملطخة بالدماء، على كل حال هذا سنراه في خلال هذه الحلقة. على كل حال أرحب بك في أول ظهور علني لك على فضائية عربية وحتى أجنبية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. ولكن أرجوك بداية، ما دمنا سنتناول ربما جرائم، قضايا حساسة سترد أسماء بالتأكيد، أرجو منك أن تقسم اليمين بأنك ستقول الحق ولا شيء غير الحق، وهذا الطلب ربما أطلبه خلال هذا البرنامج هذه المرة الثانية الوحيدة. يعني مرة سابقة كانت مع فهمي شبانة، وهو أيضا للمصادفة ربما الغريبة في المخابرات الفلسطينية، والآن مع عميل للمخابرات الجزائرية. سيدي لو سمحت أن تقسم اليمين حتى تكون لهذه الحلقة شيء من المصداقية. أقسم اليمين أنني أقول الحق وكل الحق أمام الله وأمام الشعب الجزائري. وتم تجنيدي مباشرة بعد التحاقي بالجامعة من طرف أحد قادة الDRS. الDRS هي المخابرات الجزائرية. المخابرات الجزائرية. اسم المخابرات الجزائرية. من جاءك بالضبط لانتقائك؟ الشخص الذي جاءني بالضبط اسمه عبد القادر، مكنا عبد القادر، واسمه الحقيقي فيما بعد عرفت انه اسمه عباس. هذا الذي قام بتجنيدك. هذا هو الذي قام ضابط في المخابرات الجزائرية من البداية. دورك. وانت كنت راضي؟ اولا انا في البداية كنت راضي. لان ليش؟ لاني سنة 87 كانت قبل بداية الغليان الشعبي، قبل بداية الأحداث. نعم. قلت أنا سوف أعمل لصالح الوطن، وأنا أنتمي إلى عائلة ثورية، وأبي من قدماء المجاهدين، وعائلتي كلها يعني ثورية، وعندي كثير من الشهداء في العائلة. وقلت أنا هذا شرف كبير لي أن أعمل لصالح المخابرات، لأنه في خدمة الوطن وحماية الوطن. لم أكن أعرف ما سوف يكون من بعد. هذا مثلا الشخصية الأخيرة، هذا لماذا قتل؟ يعني هو أيضا كان متعاطف مع الإسلاميين، كان ضد هذا المنحل. جلال اليابس هو أستاذ جامعي ومعروف لأنه كان وزير، وأيضا أصبح مدير لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة ومعروف في الجزائر. شخصية كبرى. شخصية يعني. طب لماذا اغتيل برأيك؟ لأنه بعيد عن السياسة ولا يريد أن يدخل المنعرج السياسي الذي تريده يعني المخابرات يا إما أنك معنا أو أنك أو ضدنا. وأنا أريد أن أشير فقط يعني المخابرات يعني ليس كلها يعني بهذا الوصف. في عناصر جيدة، فيه ضباط يعني من خيرة أبناء الشعب الجزائري، لكن هذه الناس اللي كنت أنا أتعامل معهم كانوا أنا يعني أسميهم الشياطين الدموية. كان في أستاذ آخر تم اغتياله، هو حمود حنبلي. هذا كان أستاذ شريعة بجامعة تيزي وزو. اغتالته المخابرات في سبتمبر 93. وأيضا يعني باش تشوف يعني هذه الجريمة، أي شخص يقول المخابرات قتلته، أعطيني أنت إثباتك. نحن نتحدث الآن وأنت أقسمت اليمين، أعطيني نعم. إثبات بالدليل. إثبات بالدليل أني كانت عندي لقاءات دورية مع عبد القادر، أوكي، ومع جماعة عبد القادر في المخابرات. في المخابرات. وكانوا يدرسوا الأشياء قبل علنيا، يعني يدرسوا من نقتل ومن لا نقتل. يعني مش دائما، لكن في بعض الحالات عندما أكون معهم كانوا يقوموا بالأشياء هذه، يعني مرات أنا اللي أعطي المعلومات. طبعا أنت عميل. نعم. زي ما قلت بالنسبة لصالح جبيلي أنا اللي مديت المعلومات، لكن لم أعطي أي معلومات حول جلال اليابس أو حمود حنبلي. جبيلي طبعا سهلت أنت المعلومة بأنه كان كذا، لأني أنا اللي مديت تاريخ رجوعه الجزائر، تاريخ مغادرته. هل تشعر بذنب الآن بأنك شاركت في قتله؟ أشعر بالذنب لأني شاركته بطريقة غير مباشرة في قتله. طب هل شاركت في عمليات ثانية، عمليات قتل باليد؟ لم أقتل، للتاريخ لم أقتل.
أنت لم أقسمت. أقتل، أقسمت اليمين أني لم أقتل ولم أعذب أحدا. ولكن حضرت معهم. ياس أنت معهم. يعني في أنا بعض، كنت الجاسوس العين والدليل. أنت خلال إعدادنا لهذه الحلقة قلت بأنك كنت تذهب أحيانا مع القتلة نعم. يرتكبون جريمتهم وأنت تنتظر. نعم. أعطيني بعض الحالات هذا. الحالات هذه فيه مثال اغتيال طبعا الأمثلة كثيرة. إرهابي. أنا أعطيك بعض الأمثلة فقط. اغتيال إرهابي اسمه بوجلطي محمد في سنة 92. اغتيل ببني عمران ولاية بومرداس. نعم. لأن أعطيك فقط واحد القوس. أعطيك واحد القوس. أنا أتحدث عن قتل الأبرياء. نعم. هذه نعم. المناطق السكنية. نعم. لا أنا أعطيك واحد القوس أستاذ صالح لو سمحت. هو طريق الإرهاب أو زاوية الإرهاب بعجالة، لأنه لن نستطيع أن نفي هذه زاوية الإرهاب كانت معروفة: البويرة، الأخضرية، بني عمران، سوق الحد، ومجهة أخرى ناصرية تيزيوزو، وبعدين ثنية، عين طايا، رويبة، الجزائر، وبعدين زيرالدا، وبعدين هذه أماكن كانت ساخنة. وأنا كنت أيضا ابن المنطقة. أنا كنت ابن المنطقة أيضا. يعني العامل الجغرافي أيضا ساعدني، يعني باش نساعدهم جغرافيا أيضا. لأن مثال، يعني أنا نوريك باللي قاموا بحوالي 20 أو 25 حاجز مزيف، بين 20 و 25 حاجز مزيف سنة 94 95 96 في مناطق في زيرالدا، في منطقة لابريجا، هي منطقة مش بعيدة من زيرالدا. منطقة الأخضرية، منطقة ساخنة عند مدخل الأخضرية، فيه طريق وعر، هو طريق وطني رقم 5، كان فيه منعرجات خطيرة كانت تقوم أيضا في منطقة عمال، وهي دعني من هذه التفاصيل لأن هذه التفاصيل تم الحديث عنها. أعطيني عملية مذبحة لمدنيين أنت كنت حارس تشاهد أو كنت يعني تساعد في تمويه مارس 97 7 مدنيين قتلوا رميا بالرصاص في زيرالدا في الطريق السريع، على جانب الطريق السريع. مدنيين 7 مدنيين قتلوا في الطريق السريع في زيرالدا. طب لماذا قتلوا مدنيين هكذا؟ أنت كنت ماذا تفعل هناك؟ أنا كنت معهم مع القتلة. أنا كنت معهم. هل كانوا ملثمين؟ كانوا أولا ذهبنا إلى حانة في حسن داي، وسكرتم هناك حتى الثمالة. exactly. وأنت منهم طبعا. نعم. أنا أقول التاريخ، يعني واحد نعم. وبعدين قالوا يلا نمشي. أنا ما كنت على عين بالله رايحين يدير لأن زي ما قلت من قبل، مرات يتكلموا يقولوا راح نديروا، مرات آخر لحظة، ومشينا ونحاول كل شيء ولثموا. كانوا يتلثمون. كانت اللحاة موجودة في السيارة. نعم. كانت عندهم أشياء في السيارات دائما، أجهزة في السيارات كان أشياء، لحية، لا كل شيء، بناطيل قصيرة، كل شيء قمصان ومرات. هذا الكلام دقيق للتاريخ. هذا تقول للتاريخ. طبعا من يشاهدهم يقول هؤلاء إسلاميون. هذه صارت أمام أعيني، يعني مش واحد قالها لي ولا. ثم خرجوا من السيارة، خرجوا وأطلقوا الرصاص على المدنيين، وحبسوا السيارتين، خرجوا الناس، أطلق الرصاص عليهم ولا سبب. هل تعرف أحد القتلى؟ لا أعرف. ماذا قيل حينها حول هؤلاء؟ تذكر أنت في الإعلام في كذا؟ في الغد خرجت الصحف الوطنية أو الصحف الحكومية تقول عملية إرهابية في زيرالدا ذهب ضحيتها 7 مدنيين بخبر بسيط، والقتلة مجهولون، لكن أنا أعرفهم وأعرف أسماءهم. أعطيني أسماء القتلة بالاسم. أنا أقول لك يعني بالاسم من كانوا معك في السيارة، بما فيهم أنت طبعا ستقف يوما ما أمام المحكمة. لا، أنا سوف أقف أمام المحكمة إذا حكموا الناس الذين قتلوا. يعطيني أسماء القتلة لأننا مضطرين نتوقف في الفاصل. أسماء القتلة بالاسم. أولا الضابط عباس. عباس هذا الذي عباس كان معك؟ نعم. كان أيضا تازير المدعو زبير.
وأيضا حسان، وأيضا الياس، كلهم يعني ضباط في المخابرات. كلهم ضباط. وكان أيضا ضابط آخر اسمه فريد، لكن لا أعرف اسمه لأنه كان قليل يعني معايا. لكن هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة كانوا، والذين قتلوا طبعا 7 على الأقل. سبعة لأن هؤلاء سيد كريم. نعم. يعني أنا لا أدري أتجوز أن أناديك بكلمة سيد أم لا، لأنه بعض الجزائريين سيتهمونني الآن كيف تنادي قاتل بكلمة سيد. أعذرني في ذلك، أنا الآن هنا أتعامل مهنيا. يعني هؤلاء الخمسة هل ما يزال هنا؟ 7 مش 5. لا، الضحايا 7. أوكي. القتلة 5 بما فيهم أنت السادس طبعا. لا. أنت لم تشارك حينها بإطلاق الرصاص؟ لا. لماذا؟ لم يعطى لك سلاح؟ أنا عمري ما أعطي لي سلاح. هؤلاء الخمسة هل عرضوا علي السلاح ورفضت. أين هم الآن؟ ما زالوا في جهاز الحكم في الجزائر، في مناصبهم. ما زالوا في مناصبهم، وأكيد أنهم ترقوا إلى ربما خاصة عبد القادر، لأنهم يعني فعلوا أشياء كثيرة توجه كثيرة الكاميرا كثيرة أمامك لأن هؤلاء الأعضاء الخمسة قتل عبد القادر ومنير، قتل مجرمون، وحسان والياس، قتل مجرمون كانوا يتباهون بعدد القتلى الذين قاموا بقتلهم. هذه أقولها للتاريخ. يعني المجازر في الحقيقة والمذابح كثيرة عديدة، ولكن أنا سأبدأ أيضا، ودورك حتى نعود لدورك حينها. أنت كنت تستدرج بالإضافة كتابة التقارير، كنت أيضا تستدرج بعض الضحايا لإيصالهم للقتلة. نعم. ومتابعتهم في البداية. من استدرجتهم؟ واعطيني أسماءهم، يعني حتى أنت الآن في لحظة شهادة واعتراف أيضا. أنا أعطيك ثلاث أسماء، لأنها أسماء يعني مهمة. أولا فيه طالب اسمه حمزة. طالب اسمه حمزة، تعرف فقط الاسم الأول؟ لا، اسمه حمزة محمد. حمزة محمد كان طالب في المدرسة العليا المتعددة التقنيات بالحراش. نعم. حيث عملت فيها بين 94 و 96. هذا أنا اللي قدمت معلومات عليه. لماذا؟ لأنه كان عنده توجه إسلامي، وكان عنده تغلغل في داخل المدرسة العليا المتعددة التقنيات بوليتكنيك. قامت بتصفيته جماعة DRS. أنت أعطيت المعلومات وهم صفوه أنا بدون علمك طبعا. أنت تسمع فقط القتلة. يا حمزة، هذا أنا اللي أعطيت عليه الثاني المعلومات. الثاني اسمه بدران محمد. بدران محمد هذا كان عضو نشيط في الحركة الطليبية التابعة للفيس في جامعة باب الزوار. هذا أيضا أنا اللي أعطيت عليه معلومات. لأن أنا لما كنت في جامعة باب الزوار كان عندي مدخل لكل المعلومات الخاصة بالطلبة. أقدر أعطي العناوين، أعطي أسمائهم، يعني كل شيء كان عندي مدخل. هذا اختطف قرب مدرج أم في جامعة باب الزوار، وأنا كنت شاهد. كنت مع 3 أعضاء من DRS الذين اختطفوه. كنت معهم، وكنا نمشي أنا كنت نمشي وهم كانوا يمشوا ورايا. أنت أشرت عليه وهم اختطفوه؟ أنا لأنهم كانوا ما يعرفوه يعني لأنه هو بدل في يعني نحى اللحية لكن أنا كنت نعرفه. ضربت على كتفه؟ لا جماعة DRS قالوا لي فقط يعني أشر عليه يعني بطريقة مباشرة وتجاوز. exactly. وبالصدفة كان واقف أمام مدرج أم في جامعة باب الزوار. مدرج أم هو اللي يعني يمشي على البارك. نعم. لا يعني هذا السيارات. لا يعني التسهيل. كانت السيارات تنتظر في البارك جنب الحديقة. لا، في البارك يا نعم، موقف السيارات. موقف السيارات الخاص بالطلبة. لكن كان في السيارة تابعة لدرس هناك. أنا أشرت عليه، صدقني، وهذه للتاريخ أيضا. عملوا له كيس القمامة هذا الأسود هذا على رأسه وخطفوه، وانتهى الأمر. لا أدري الآن. لم يعد منذ ذلك اليوم؟ لم يعد إلى الجامعة منذ ذلك اليوم. وطلبوا مني. هذا قد يكون أهله إلى الآن يعتقدون أنه مفقود. لكن تعرف طب أعطيهم أنت على الأقل ضوء. قتل؟ هل لديك علم؟ والله أنا كل ما أعرفه أنه
كنت شاهد على عملية اختطافه قرب مدرج آم في وأنت جامعة السبب بابزور. وليس فقط شاهد. أنا السبب لأني أنا اللي أشرت عليه. لأنهم ما كانوش يعرفوه. خطفوه وبعدين طلبوا مني عنوان بيته، وأعطيتهم عنوان بيته ومشوا على بيته، كسروا كل شيء، أخذوا كل شيء من لا من إله داره. إلا الله. هذه أيضا يعني سمعناها وقالها لي يعني عبد القادر قالها لي فيما بعد. هؤلاء ضباط مخابرات يفترض فيهم حماية الشعب الجزائري. طب هؤلاء كانوا يخدمون لمصلحة من برأيك؟ والله أنا أقول بكل صراحة، أولا يخدمون مصالحهم الشخصية، وثانيا يخدمون ربما مصالح رؤسائهم، لأن مرات كان منير هذا يقول الرئيس بتاعنا أو يعني الشاف يعني نمبر 1 يقول لهم لا، لما تقوموا بالعمليات لا أريد أي حي، أن تتركوا بصمة، أي حي، لا أريد أي شخص يبقى على قيد الحياة. معناه لا أريد جرحى، أريد قتلى. من هذا يقصد؟ من بالضبط يقصد؟ والله كان في يعني ما الرئيس قدرش بوتفليقة كان يقصد؟ لا بوتفليقة ما كانش في الحكم آنذاك. أنت تقصد في عمليات ما قبل؟ لا أنا أقصد يعني المدير يعني تاع الدراسة بتاعهم، يعني مدير المخابرات. يا مدير وهو كان واحد اسمه الجنرال توفيق، وهو لا يزال هو توفيق توفيق اسمه محمد مدين، وينادوه بالجنرال توفيق. هو أقوى واحد يعني بقى في الحكم لمدة يعني تقريبا 20 سنة الآن أو أكثر. مذبحة بني مسوس إحدى المذابح ربما التي هزت الدنيا وهزت الجزائر. مذبحة بني مسوس أنا أقولها أيضا للتاريخ، الجنرال توفيق وراء هذه العملية. تؤكد هذا للجزائريين الذين تؤكد هذا للجزائريين وللضحايا، وهو لا يزال رئيس مخابرات إلى الآن. أولا تلقيت أول تهديد جاني من حارس عباسي مدني. حارس عباس الشيخ عباسي مدني قال لك ابتعد أو لا لأن لما كان فيه غليان في الجامعة عباسي مدني حاول يدخل الجامعة وأنا رفضت له الدخول للجامعة، لأنك أنت كنت نائب عميد الجامعة. رفضت له الدخول. فهددني الشيخ عباسي للتاريخ قال لي بارك الله فيك يا ابني، لكن حارسه قال لي سوف نقطعك إربا. هذا أول تهديد. التهديد الثاني جاني من الطلبة الإسلاميين في الجامعة، لأنهم شكوا بعد 91 يعني 92 شكوا أنك أنت عميل، شكوا في حتى أنه يعني الجامعة قررت يعني بأمر يعني من الدراسة أيضا مش عارف كيف يعني تخرج مرسوم تقول باللي يعني كريم هو بصورة رسمية مدير الدراسات والبيداغوجية، وهذا هو قرار وتعيينه يعني عادي مش فيه. جاني تهديد من الإسلاميين، وأيضا جاني تهديد من عبد القادر هذا الذي جندك، لأنني بعد 92 أصبحت يعني هذا التهديد من الأشخاص الذين ذكرتهم يعني كان بالصوت مباشرة. مباشرة. نعم مباشرة. عبد القادر كيف هددك؟ جاءك أيضا مباشرة وخلك؟ عبد القادر لأنني أردت توقف، قلت له أنا كنت أظن أنني أعمل من أجل المصلحة العليا للوطن، لكن يظهر لي أنني أعمل من أجل مصلحتك الشخصية. فماذا قال لك؟ قال لي بهذه العبارة: أنت جاسوس، أنت عميل، لا تنسى لقد مضيت على أوراق، مضيت على عقد، مش عقد يعني لكن أوراق رسمية أني سوف أتعامل مع الدراسة بصفة نهائية. أيضا قال لي: رصاصة واحدة في رأسك وقائمة الإرهابيين طويلة. هكذا بالحرف الواحد. والتهديد الثاني قال لي: والدتك. ماذا سيفعل بها؟ يقتلها. قال لي: تخيل. هذا عبد القادر ما زال إلى الآن في المخابرات. ما زال الآن. اسمه الكامل هذا عبد القادر؟ وأنا أنا كنت بعرفه باسم عبد القادر، لكن جاني تأكيد في 2002 إنه اسمه الحقيقي عباسي يعني. لا أقدر أن هناك من رفض. أنت ذكرت لي إعلامية مشهورة رفضت التعاون وهربت. هي اسمها حياة. لا أنت ذكرت لي الزميلة خديجة بن جنة. لا سوف أعود إلى خديجة بن جنة لاحقا. فيه واحدة كانت صحفية، عفوا كانت طالبة في معهد الصحافة اسمها حياة من بوسعادة. عرضوا عليها
أن تتعاون مع أن المخابرات؟ تتعاون مع المخابرات ويعطونا لها منصب في يعني في التلفزة أو في يعني في إذاعة. رفضت وتم قتلها. تم قتلها. وهل الكل يعرف بأنها قتلت من قبل المخابرات أم لا تزال مجهولة القصة؟ يعني أنت الآن تكشف أنها قتلت من قبل المخابرات. أعطيني اسم القاتل. منير. تؤكد هذا أمام الناس؟ تؤكد هذا. منير ماذا؟ منير قتل الفتاة الطالبة حياة. وأهلها إلى الآن يظنون ربما قتلت على يد الإرهاب. زميلة خديجة فرفضت. أعطيني بالضبط الحيثيات. والله خديجة بن جنة التقيتها مرة أو مرتين. كانت صديقة لعمار بن جدة. عمار بن جدة صورته هناك. عمار بن جدة هذا معي. هذا هو معي. نعم، هذه الصورة ربما الكاميرا. كنت التقيت بها مرة أو مرتين مع عمار بن جدة. وأنا على علم أنهم أرادوا تجنيدها لكن رفضت. واضطرت للرحيل.